لحظه، ايه ده اتسرق؟ لا 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 لا، مش انا اللي اتسرق، انت اللي اتسرق. ايوه، واللي سرقك اتنين، بس قبل ما اقول لك اسم الاتنين لازم اقول لك هم سرقوا منك ايه. فعلا سرقوا منك اغلى حاجه في حياتك، مش هتعرف ترجعها حتى بكنوز الدنيا. لا هي ارض ولا هو بيت ولا هي سياره ولا هي اولاد. بس قبل ما اقول لك لازم توعدني ان انت ما تسيبش حقك وتقف لهم بالمرصاد، لان مش هينفع تخلي حد زي ده يضيع حياتك وفي الاخر تندم، ومفيش حد هينفع. صدقني الدنيا ما تبقاش لحد. دور عليا عشان اقول لك اللي سرقك مين. طب هقول لك اللي سرقك وريحك. اول واحد الشيطان اللي هو عدو الله، لان انت كانك في الجنه، كان ابونا ادم ربنا ادخله الجنه وبعد كده نزل للارض بسبب الشيطان، والشيطان نزل وراه ليه؟ مش عايزك ترجع الجنه تاني، هو ماسكك عايزك توصل للنار. انتبه، اول عدو ليه الشيطان، ثاني عدو نفسك هي اللي بتسمح لك. وصدقني انا لو جيت قلت لك الناس اللي حواليك هي اللي غلطانه هتقول لا انا اللي غلطان. فعلا انا اللي غلطان، انا اللي سبت نفسي. محدش غلطان ولا حد يلوم نفسه الا انت اللي لازم تلوم نفسك. معاك الاتنين حراميه دلوقتي ما تسيبهمش، مش عايزك. بقول لك اقتلهم، تقضي عليهم، لانهم سرقوا احلى سنين في حياتك، سرقوا عمرك كله، اتسرق ضحكتك، اتسرق سعادتك، اتسرق فرحتك، اتسرق